الراجل ده كان ماشي على طريق صحراوي الساعة 3 الفجر. قرب من عربية ماشية قدامه، بص جوه العربية، مفيش سواق، بس العربية كانت ماشية طبيعي جدا، الدركسيون بيتحرك كأن حد جواها، والكرسي فاضي في طريق صحراوي بين محافظتين في مصر. الراجل كان راجع بعربيته بعد يوم طويل، الدنيا ضلمة تماما، مفيش نور غير نور العربية. فجأة لمح قدامه عربية ماشية ببطء غريب، استغرب، الطريق فاضي يعني ومفيش أي عربيات غيرها، ما بيمشيش بسرعة دي ده. قرب منها شوية وبص جواها، الكرسي فاضي، مفيش سواق، الدركسيون بيتحرك لوحده والعربية ماشية مستقيمة كأن حد ماسكها بالظبط. قلبه بدأ يدق بسرعة، حاول يعديها بسرعة من الخوف، بس وهو بيعدي جنبها العربية وقفت فجأة. فرامل من غير صوت، بص في المراية عشان يشوفها وصلت لحد فين وراه، ملقاش العربية أصلا، الطريق كان فاضي تماما في المراية. تاني يوم سأل أهل المنطقة، قالوا له إن من سنين حصل حادثة في نفس المكان، عربية اتقلبت وسواقها مات، ومن يومها ناس كتير بتقول إنها بتشوف عربية ماشية لوحدها الساعة 3 الفجر. عايزك بقى تكتب لي في التعليقات، لو شفت عربية قدامك في طريق فاضي وقربت ولقيت الكرسي فاضي، كنت هتكمل سواقة؟ ما تنساش تشترك في قناة حكاوي المجهول علشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.